أي نهاركم طيب الناس الكل، وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف صحة وخير وعافية. اليوم شنو مع بعضنا؟ عصير صحي في الدار نضيف وندو بيه عائلتنا وخاصة صغيراتنا من غير ما نشرو لهم الكمبوت من برا. حاجة هاك تبدا نظيفة على عينينا، خير من اللي نشرو حاجة ما نعرفوش عليها كيفاش معمولة. الحاصل لهنا لقيت جايبين تفاح ونجاس، خذيت كمية باهية باش ناخذ منها شوي نطيب منهم. وهي ديما ماذا بينا نكتب هكا فخاخير، يعني باش نطيبوا برشا ونخلوهم. آه، معناه الواحد ما يريسكيش، خاصة كيبدا باش يعطيه للصغار والكل. هاكا نطيبوا كل متاع نهارين متاع 3 ايام 3 ايام ماكسيموم، بالنسبة ليا صافا. فات جمعة ما نعرفش منهم، ما عنديش فيه ثقة مهما يكون فريجيديرك وما حشناش باش نحطوا مادة نضيفوا لهم يعني المواد الحافظة والمصبرة. سينو ما عملنا شيء، كنا شارين من برا. الحاصل وناخد لهنا التفاح ماذا بينا لهنا. الحاجة الباهية واللي زايدة على بتاع شارين انه باش تكون نظيفة، يعني نركزوا على النظافة وعلى الغسلان بالباهي بالباهي. باش نجي لهنا باش نقشر التفاح، وبعد باش ننظفه بالباهي بالباهي تشوفوا كيفاش. وكهو يعني ونجاز كيف كيف، ومن بعد كيش نحول المكان من الداخل ومن بعد بطبيعة تشوفوا كيفاش باش نطيبوه. والقشور حتى كانت عدت لنا ما مش مشكلة، من بعد بعدنا مازال التنظيف، يعني مش جست التقشير متاعو من برا، مازالت عملية طويلة التنظيف متاعو. دونك يحب شوية هكا وصعبال. هنا لقيت كعبة التفاح هذيك عجبتني، هكا لونها مزين وحمرا برشا. قلت نخليها بالكسرة متاعها، بخيتو باش نغسلها بالباهي من بعد. وفي كل الحالات نسملو بسم الله وناكلو هكا. هكا باش نكمل الاخرين بنفس الطريقة. ولهنا باش نتعدى لكعيبات النجاس كيف كيف. لهنا تنظيف النجاس ياخذ يستحق تركيز اكثر من التفاح، خاطر هو سا ديبون زاد من نوع التفاح اللي تستعمل فيه. خاطر فيه برشا هكا ضربات على جنب وكل. كهو معناه يلزم برشا تنظيف. هو باش نكشف بنفس الطريقة متاع التفاح، يعني كما تشوفوا بالواحدة ديك بتاع البطاطا، ولا ما عندكش نجم بالسكينة جوست سايس على الاخر، يعني باش ما تهزش الكل في الكشرة يعني. بينا جوست نهزو هزين من الفوق وبرا، تخفف يدك وبرا وانتي تستعمل في السكينة. سينو هذه هي التعاون بالباهي متاع البطاطا. ونكمل الباقي بنفس الطريقة. ولهنا بعد ما كملتهم باش نتعدى للمرحلة الثانية، اللي هي نحل الزايد الكل باش نقص ون ونحي الراس اللي من الفوق وكالقلوب اللي من الداخل القشور اللي تجي غليظة خشينة من الداخل، هذيك كالعود. حصيلو ماذا بينا ما نخلو فيه حتى شي، كانش الطرف اللي تبدا نظيفة وتلق هكا ما فيها حتى شوائب ولا اضافات. هذه هي المرحلة الثانية متاع التنظيف. زي تو نشوف المرحلة اللي بعدها. حصيله مهما يكون بيو مش بيو اللي تشريه من برا الكومبوت ولا اللي هو ولا حتى العصير، ما نعرفش، ما عنديش ثقة، ما متصورش انه مش تشري حاجة تكون منظفة بالطريقة هذه، واحد كما تعملها وحدك يعني في الدار وببال واسع وعرفت. ابسط حاجة حتى كان باش تكون معمولة راهي بماكينات، الماكينات اسافوار معقمة مش معقمة، ما نعرفش، هي وجهة نظر. يعني الواحد ماذا بيه مش ما ياخذش ساعات، الواحد سبحان الله يشتهى ولا يستحق باش يشري، ولا عنده ضيف ولا ما تدريش تستحق ولا تصير انه هكا يظهر لك باش تشري. اما ماذا بينا نتفادوا، وما فيها بيس كان كل مرة نعملوا حاجة هكا نمدوا بها رواحنا وعائلتنا. حاجة صحية الحق، تبدأ تاكل في ضميرك مرتاح
تحس روحك عملت هكا عملت انجاز. وكا وفي الاخر كل واحد وذوقه، كل واحد وشنو يحب راه. انجاز كيف كيف زادة. هكا مرة اللي يجي قدامي نظفوا، يعني كان هكا عبا نجاس ولا كعبة تفاح، جست نركزوا كان فيها كان كتل كحل نحوهم هكا بالسكينة، وكان يجوا من برا معناها نقب. سينو بنفس الطريقة. هو هذه فيها طريقتين، يا اما تحلها على اربعة وتنحي اللي في الوسط، والا كعبة كاملة تدور من الشريط الكل وانتي تنحي 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 وتخلي كالقلب في الوسط بالطول. تشوفوا كيفاش، مع الله تظهر لكم واضحة من بعد. فوالا شفتوها لهنا كيفاش تاخد الكعبة كاملة تنجم و... وتقص هكاك ديريكت من الجناب كأنك تنجر فيها ولا كيفاش. تجبد، ما تخليش السكينة توصلك للقلب، راهو القلب اللي من داخل ما توصلوش. وبالطبيعة على جناب اللي من الفوق واللي من اللوطا وين فما الراس ما كيبدا فما مكشور مش مشكلة، معناها ماهيش. وكما قلت لكم ديما نلقوا حاجة زايدة نحاها. ونكملهم الكل بنفس الطريقة كما تشوفوا. ولهنا سي كملتهم باش نتعدى للغسلين، باش نغسلهم مليح مليح مليح. لهنا راهم ديجا غسلتهم مرتين ولا ثلاثة مرات حصيلو، لين تنحى الماء نتاعهم ولا ترونسبارون. شفتوه وقت اللي الماء نتاعهم ولا ترونسبارون صبيت عليهم الماء سخون مش ماء بارد، ماء سخون. وشفتوا كيش غسلتهم من الاول، حبيت نوريكم نحكم على بعضهم بالباهي بالباهي وبالكعبة. نظف بالطرف باللقشة بالباهي باش ما يبقى لك حتى شيء. تحب تغسل بالخلفة مش كون يحط كترة هكا خل في الماء كيف ما تحب. لهنا الحق ما هوش اللي الأكثرية يحطوه فك التفاح ولا الغلة اللي تبدا فيها الأكثرية برشا مضربة، عرفتوا. سينو لهنا لا الحق ما استحقيتش، غسلته هكا غسلته ونظفته بالماء بالباهي بالباهي وهكا هاو بطبيعته من بعد باش يتغلى. دونك فوالا بعد ما غسلته مليح مليح كما قلت لكم نظفته، بعد صبيت عليه ماء سخون. وبعد جيت لهنا باش نقصو التروف باش منه نعاونو في صعيد طيبلي، خاطر هنا مش باش نطيبو في كوكوت ياخذ وقته في الكوكوت في صعيد طيب. لهنا بحكم كما قلت لكم مانيش نطيب في كوكوت. وحتى في الرحيان من بعد يعاوني الحق. هكا هاو قلت خلي نقص خاصة الطروف الخشين برشا. نقصهم نعاون روحي كما تشوفوا ما قصيتهمش الكل يعني. ومن بعد باش نجي هنا باش نضيف السكر حسب الذوق. اما بالنسبه للتفاح والنجاس معروف ما يستحقش برشا الحق سكر، يعني مش كيف القوارص البرقدين والسيترون. حطيت 3 ولا 4 ما نعرفش حصيرو. المهم السكر هو حسب الذوق انت وش تحب. هناك من بعد ذوق وشوف يعني فهمت. نحط له من الاول ونخلطه هكاكا، وهنا باش نزيد له لازم نغمو غمين بالماء. ولهنا شفت كيما حطيت مسميش برشا راهو الماء، خليته يطيب على نار هاديه. كان باش طيب على نار قويه حط في كسر اكبر وحط الماء برشا، خاطر راهو يستاهل يحب يطيب برشا. عرفتوا مش معناها غلي غلوتين ولا شفتوا طرار يعني معناتها طاب لا. لين توصل للمرحله هذه، لين اللون متاعو يتبدل كومبليتمون. وشوفوا كيفاش طايب زبده وسي معناها حتى الماء متاعو شربوا. عرفتوا شفتوا قديش كان الماء، شوفوا قديش ولا. لهنا باش ناخذ البول اللي باش نرحي فيه، مش نرحيه ديريكت في الماء نتاعو تنقول لكم علاش. باش نصفيه التروف الساعه هذيك نحها وحدها. شفتوا شنو هو الدور نتاعها كعبة التفاح، خليتها بقشرتها الكل وانا ولا احمر حتى الجاز خسر شرب اللون، ياك يعزز اللون بتاعه. من بعد جيت لهنا حسيت الصفاية الكبيرة ذيك براتيك خير الاخرى بالمغرفة باش تحب لي كاملة وانا نصفي.
هكا ونخلوه يبرد شوي بالطبيعة، ولا تحب ترحيه سخون وبعد تخليه يبرد حاضر كيف ما تحب. زدت له شوي من الماء نتاعو باش نبدا نرحي فيه ونشوف في التكستور. وفي بالطبيعة من الاول انا بطبيعتي حاجتي بيه يكون لي خاثر برشا في الكومبوت اللي نشراها من برا، باش نح منه على جنب شوي، ومن بعد نكمل الباقي نعملو جو. خذيت لهنا الميكسور بلونجون وباش نسيسو يعني بشوي بشوي نرحيه من الطروف الكل. وحصيلو وانا حطيت على جنب الحق ال الميكسور الاخر باش قلت كان استحقيت نعاود له رحيه اخرى نحطه ديريكت في القمصان ونرحيه ديريكت. يا اخي لا خاطر طايب ما شاء الله بالباهي بالباهي، ما استحقش. قبل عملته يمكن شي يمكن هذاك علاش ما خليتوش طاب برشا ما نعرفش. المهم لهنا شوفوا ما شاء الله شوفوا نفس التكستور نفس المنظر جوست المطعم والنظافة ماهيش نفسها متاع الشريان الحقيقة. يعني كي تشوف حاجة كيف ما هكا سهلة ماهلة فمش علاش نشري انا من برا وما تعرفش زاد اسكو بالحق بيور يعني كانش تفاح ونجاز ولا زايدين عليه حاجات اخرى الله اعلم. جيت لهنا خديت الحكة باللار، الحق ما استعملتهاش جملة خديتها نظيفة جديدة باش هو بالصدفة عندي واحدة مش بالذمة شريتها، يعني ما عندك شخص الحكة نظفها مليح مليح وحط فيها وباش نكونسيرفيها على جنب. وكي نجي نقدمها كنحط في حكيكة هكا صغيرة ومزيانة كيما حكة لي غرض باش تشهي على الماكلة. وهكا هاو نسكر هكا الحكاية متاعي ونحطها على جنب ونحطها في الفريجيدير بالطبيعة ترتاح على روحها الوقت ما نبدا حاجتي نجبد شوي. هي ما شاء الله محلولة يعني تظهر ما تعبتش، ما هي الحكة عرفتو كان محلولة مش هلقى نقول ما يظهرش عليها. واللي فضل باش نكمل عليه الماء نتاعو، اما شفتوا ما في بالي باش يجيني ميه برشا كي باش نحطه بالماء نتاعو ملول يا اخي لا ظهر لي لا جا قدو قدو ما شاء الله. وديما كي نزيدو الماء بالطبيعة نزيدو ون ونرحو مش نخلطوه تخليط بالماء بالمغرفة معناها بالماء نخلطوه ماذا بينا ونرحوه باش يزيد يسيب المطعم نتاعو في الماء. ما نعرفش كي تخلطوا بالماء يجي تحس هكا ديفيرونس كاين حاجه زايدها الماء ما نعرفش ممكن تخلطوا يتحلل كله في الماء. نرحوه هكاك وحتى كي نبدو باش نزيدو سكر ماذا بينا زادا نرحوه مع بعضه. فوالا شوفوا لي تكستور نتاعو ما شاء الله معدله مريقله، والبنه زاده جايه بنين بالطبيعه ما يتشربش على البلاصه، هو قد ما يستنى ويصبر ويرتاح في الفريجيدير قد ما يجي بنين وهكا وافوح عرفت خاطر هو كي يبدا سخون تبدا مازالت فيها الريحه متاع التطيب متاع التفاح والكل. لهنا تحب تصفيه جمله يتصفى كما من بعد كاش مثلا في البيبرون الحق عملت حطيت صفايه وصفيته باش يتعدى كان ارطب هكا يبدا والكل. سينو لهنا احنا كبار معنا مش يخصصنا ونحبوا هكا فما كبار ما يحبوهوش تحب لك هكا ما نعرفش انا جوي صافي صافي. لهنا راهو ما يظهرش جست هكا خاثر عرفتوا. اما البنه ما نحكي لكمش خليته كيف ما هو كيما قلت لكم كي نجي حاجتي باش نصفي هكا نصفي شوي وهكا ها وحطيت فيها عريشة نعناع هكا باش تفوح زادة. وهذوما هما العصيرات متاعنا والكومبوت حضروا حاجة نظيفة وسهلة زادة خاصة صحية وبنينة. ان شاء الله يا رب تجربوها وان شاء الله تعجبكم وبالطبيعة كان عجبتكم ما تنسوش باش تحطوا لي جيم وتشجعوني بكومنتير ولا بجيم ولا باشتراك في القناة. وبالطبيعة مرحبا بكم في كل وقت للي يحب على وصفة ويحط لي في كومنتير وبسلامة.